السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتبقى عايزة تدخل في تربية العصافير، وبيبقى عندها استعداد إن هي تربي عصافير، ولكن مش عارفة تبدأ البداية إزاي، وتجيب العصافير منين، وإيه النوع اللي ممكن يربيه، والنوع دوت ينتج عنده ويجيب له يعني إنتاج، والإنتاج دوت يبيعه ويدخل في مشروع تربية العصافير. وده موضوعنا النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة علشان خاطر نبدأ في تربية العصافير، إنك بتختار المكان اللي أنت هتربي فيه العصافير. طبعا لما يكون عندك بلكونة وعايز تربي فيها عصافير، ده مكان كويس جدا وزي الفل. الإضاءة هتبقى نازلة عليهم طول النهار، الضوء الطبيعي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الهواء والشمس، والإضاءة تبقى عندهم طبيعي، وبالليل الدنيا تليل. ده أفضل حاجة للعصافير، أفضل من إنك أنت تحطهم في داخل الشقة والإضاءة تكون طول النهار وطول الليل مفتوحة. وغير كده كمان داخل الشقة هتكون الرجل رايحة جاية عليهم، فهيبقى في إزعاج ليهم. ولكن لما يكون في البلكونة، ده ممكن كل فين وفين هتدخل لهم، فده بيبقى أفضل لهم. طيب، أنا اخترت خلاص المكان إن أنا هربيهم في البلكونة. ببدأ إن أنا أختار القفص اللي هربي فيه. وقبل طبعا ما أشتري القفص، لو البلكونة فيها أي نوع من أنواع الكركبة، يعني أي حاجة أنت مخزنها في البلكونة، لا يا ريت تخلي البلكونة دي نظيفة جدا، ما فيهاش أي كركبة خالص، علشان خاطر ما تلمش الفيران عليهم بالليل. إن عارفين طبعا لما بيكون في كراكيب في البلكونة، ده بيلم فران، بالذات لما تكون انت مربي طيور. طيب بعد كده ببدأ ان انا اشتري القفص اللي هشتريه على حسب نوع العصافير اللي انت هتجيبها. يعني مثلا ان انت لو هتربي عصافير الروز اللي احنا شايفينها ديت، هتجيب له قفص وسط، لا هو كبير ولا هو صغير. ولو انت جبت قفص كبير طبعا يبقى كويس عادي، يعني اي نوع من انواع العصافير لو حبيت تجيب قفص كبير ده بيبقى افضل لهم. ويفضل طبعا لما تجيب القفص تكون السلوك بتاعته ضيقة، زي اللي حضراتكم شايفينها ديت، ما تكونش السلوك بتاعته واسعة عشان خاطر ما تدخلش عليهم الفيران. طيب بعد كده هجيب العصافير دي منين؟ طبعا عندك يا إما في المحلات، يا إما في السوق، يا إما حد يكون من أصدقائك تشتري منه. أيا كان العصافير اللي أنت هتشتريها من أي مكان من دول، لازم تكون العصافير ديت أول حاجة تكون شباب، ما تكونش كبيرة، ما تكونش شغالة. محدش يضحك عليك ويقولك أنا بصفي والعصافير ديت شغالة وبيضة وزي الفل وخدها واعمل وسوي. لا، انت اللي هتعمله ان انت هتجيب عصافير تكون شبابات. يعني العصافير دي تربيها عندك في البيت من صغرها، زي ما بنقول كده انها تربية بيتي. زي ما يكون مثلا انت جايب كتاكيت عندك، والكتاكيت دي كبرت وبقت فراخ، فبقول على الفراخ دي فراخ بيتي. نفس الكلام العصافير لما تجيبها شبابات بيبقى افضل لك. ولكن هنا لما بقول لك ليه شبابات، علشان خاطر هنا لما بيكونوا شباب بتقدر انك انت تفرق بين الذكر والانثى. لكن ما بيكونوا زغاليل، يعني لسه صغيرين، عمر شهر مثلا، فلسه مش هتقدر تفرق بين الذكر والانثى. فطبعا لما تشتريهم شبابات، علشان خاطر انت كده تبقى اشتريتهم ذكر وانتايه. طيب اشتري العصافير دي منين؟ من محلات ولا من السوق ولا من حد يكون صاحبي؟ والله لو حد صاحبك ومربي عصافير وهيديك عصافير كويسة وتكون شبابات، مفيش مشاكل. حد انت واثق فيه زي الفل. طيب اجيب من محلات ولا اجيب من السوق؟ ما عنديش حد من اصحابي عنده عصافير، اجيب من محلات، من محل اللي في كل منطقة فيها محلات عصافير، ولا انزل اجيب من السوق؟ المحلات اول حاجة العصافير بتبقى غالية، ده معظم المحلات، عصافير واكل ومستلزمات وكله، علشان خاطر طبعا راجل فاتح محل وبيسترزق منه وبيدفع اجره، فطبعا العصافير هتبقى غاليه عن السوق. دي حاجه. الحاجه التانيه، هتلاقي معظم المحلات ديت، معظمها او في كتير منها يعني، بتبقى العصافير دي عيانه ومريضه وفيها
إصابات، وتلاقي العصافير محطوطة على بعضها والمحل بيقفل بالليل وبيبقى كاتمة، فتبص تلاقي بينتشر منهم الأمراض بسهولة. وأنت لما لسه مبتدئ جديد، لا هتقدر تعرف الحاجة اللي كويسة مش كويسة، وهيقول لك دي حلوة وشغالة وي وي وي، وهيبيع لك كلام أكتر ما هيبيع لك عصافير. فيفضل إنك أنت تنزل السوق. في السوق هتلاقي العرض والطلب كتير جدا جدا، ناس كتير وهواة واقفين زي زيك كده واقفين في السوق، واقفين يبيعوا عصافير، في منهم الناس الكويسة وفي منهم اللي مش كويس، يعني صوابعك مش زي بعضها. هتلاقي في ناس كتير جدا معاها عصافير حلوة جدا جدا زي الفل، وهتلاقي معظم الناس معاها عصافير الشبابات اللي انت عايزها. تمام. هتبدأ انك انت تشتري جوز يكون ذكر وانتاية وبصحة كويسة، العصفور باين عليه ان هو نشيط وبيلعب في القفص، مش واقف كاشش، يعني بيتحرك بنشاط كده في القفص. رجله تكون سليمة، الصوابع تكون كلها، لا الأربعة يكون كلهم موجودين بالضوافر بتاعتهم، صدره يكون مليان، ما يكونش فيه في المخرج أعزكم الله يكون فيه بقايا براز، عشان خاطر ده كده ممكن يكون عنده إسهال. فطبعا هتلاقي في ناس كتير جدا واقفين حواليك وانت بتشتري، فطبعا هنا هتقدر انك انت تشور واحد واتنين وتلاتة، ناس كتير حواليك هيقدروا يفيدوك ويقولوا لك ايوه اذا كان ده كويس ولا لا. يعني قبل ما هتدفع فلوس وقبل ما هتشتري هتلاقي في ناس كتير حواليك يقول لك ايوه ده ذكر، ده دول ذكرين، دي ذكر وانتايه، لا ده عيان ده تعبان. لو انت لو يعني استعنت باي حد من السوق هتلاقي ناس كتير كويسه جدا جدا وهتساعدك ان انت تشتري حاجه كويسه. خلاص جبت جوز وكويس وضمنت ان هو الحمد لله بفضل الله ان هو كويس وحلو ودفعت ثمنه. طيب ايه افضل بقى نوع من انواع العصافير تشتريها؟ عندنا البادج اللي هو الاسترالي لو انت امكانياتك ضعيفة. تمام. الجوز ب 150 ب 200 جنيه. الروز ده احسن حاجة بقى تشتريها، انتاجه كويس جدا اللي حضراتكم شايفينه ده، ولكن دوت طفرة عالية شوية، غالي شوية، ثمنه من 2500 ل 2700 وداخل كمان على 3000 دلوقتي. طيب الروز بيتربى كله زي بعض، يعني كل الطفرات كل الالوان اللي موجوده عندك في السوق، تمام، كلهم بيتربوا زي بعض، التربيه كلها واحده. فانت هتجيب جوز على حسب امكانياتك. الحاجه الوسط الكويسه اللي هو الروز اللاتيني، الروز اللاتيني ده هيبقى حاجه كويسه جدا ليك. تمنه مش عالي قوي، يعني في حدود 750 800 تقدر تجيبه. آه هتاخده عندك البيت، تحطه في القفص، تصبر عليه لغايه ما يبقى سنه 10 شهور، وتعلق له البياضة أول ما خلاص يبلغ، وهتبص تلاقي إن شاء الله الإنتاج عندك زي الفل وجميل جدا جدا. طيب الأكل اللي بتقدمه إيه؟ طبعا العصافير بتاكل حبوب اسمها بيليكوم وفلارس ودنيبة. طب البيليكوم والفلارس دول بيتباعوا فين؟ برضه في المحلات هتلاقيه غالي جدا، وفي السوق دلوقتي اليومين دول بقى غالي وكل حاجة، لكن مش في نفس الغلاء بتاع المحلات. هتشتري لو انت لسه عندك جوز واحد بس، ده انت لو جبت لهم كيلو بيليكم على نص كيلو فلارس هيقعدوا مدة كبيرة جدا عندك، قد أكتر من الشهر كمان. انت لسه بادئ جديد وعندك هو جوز واحد، وعايز تعرف بقى تأكلهم ايه وازاي تنوع في الأكل وازاي تقدر تراعي العصافير بتاعتك، تمام، قبل البيض وبعد البيض وكل حاجة عن تربية العصافير، هتلاقي إن شاء الله معانا هنا على القناة كل حاجة انت عايز تعرفها. يعني كل حاجة تخص العصافير بالنسبة للتربية والبيض والفأس البيض والأكل وكل حاجة هتقدر تعرفها إن شاء الله هنا في القناة. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.